ليه اشتياقاتنا بتبرد بسرعة؟ ليه اشتياقات بتاعتنا ما بتبقاش مستمرة على طول؟ أول حاجة تذكر. أنا هديكم 4-5 نقط في دقايق. 1، تذكر أن اشتياقك ناحية المسيح تذكره كل يوم. افتكر لحظة لما كان عندك اشتياق قوي جدا جدا في البدايات. افتكر اللحظة دي دايما. احكي لكم قصة مكتوبة في كتاب لطيف عن قصص واختبارات لناس حلوين قوي. يحكوا عن راهب في دير السوريان. قصة مكتوبة في كتيب صغير كده. الراهب كان قاعد على الدير، على باب الدير، وبعدين بيقول شوف حياته دلوقتي، يقول ايه اللي انا فيه ده؟ ما بقاش بيقعد في قلايته، ما بقاش يروح صلواته، قاعد يقابل الناس كلها واخدها ضحك في هزار. هو كاتب قايل كده، قال وانا قاعد كده تذكرت اشتياقاتي الاولى لما جيت الدير وانا الدموع في عيني عشان اقعد مع يسوع حبيبي العمر كله. هو كاتب قايل كده. تذكرت لما كنت باجي والاقي نفسي بصلي والصلاه حلوه مش بتخلص. تذكرت لما كنت حافظ ترانيم واقولها وتجيب الدموع من عيني. كتب شويه تذكرات. قال وكان معاه عصايه نجيله كده، يعني بيمسكوها في الصحراء كده، يعني راح قابض في الارض وقال ايه، كفايه كده، ارجع لاشتياقاتي الاولى. ومن اللحظه ديت اتغير وبقى من الاباء متوحدين. افتكر بدايه، افتكري بدايه.